ندخل في أي شرح، دعنا نوضح شيئا مهما جدا. هذا الفيديو ليس موجها لتخويفك، ولا لتجريم استخدامك للهاتف، ولا لإلقاء اللوم عليك. هذا الفيديو موجه للفهم، لأن الإنسان عندما يفهم يستطيع أن يغير، أما عندما يجاهل فهو يقع في نفس الدائرة مرة بعد مرة. كثير من الناس اليوم يشعرون بأنهم أقل تركيزاً، أسرع مللاً، أثقل في البداية وأضعف في الاستمرار. والمحير أن هؤلاء الناس لم يكونوا كذلك في السابق. السؤال هنا: ما الذي تغير؟ الإجابة ليست في شخصياتنا، بل في بيئة تغذي الدماغ بكميات غير طبيعية من الدوبامين. لنبدأ من الجذور. ما هو الدوبامين؟ الدوبامين مادة كيميائية يفرزها الدماغ ليحفزك على السعي والاستمرار وتكرار السلوك. هو لا يقول لك أنت سعيد، بل يقول لك استمر، هناك شيء يستحق. عندما تضع هدفاً وتبذل جهداً ثم تحصل على نتيجة، يفرز الدماغ الدوبامين بشكل متوازن. هذا التوازن هو أساس التركيز والدافعية والشعور بالمعنى. المشكلة أن هذا النظام لم يصمم لعالم يقدم المكافآت بالسرعة والكثافة التي نعيشها اليوم. الهاتف الذكي وتطبيقات التواصل تقدم للدماغ مكافآت متتالية دون أي جهد. تمريرة واحدة، مقطع صورة إشعار إعجاب، كل ذلك يطلق دفعات صغيرة متكررة من الدوبامين. وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية. عندما يتعود الدماغ على الدوبامين السريع، يحدث تغيير خطير في طريقة عمله. يصبح الدماغ أقل استجابة للدوبامين الطبيعي، وبالتالي تصبح الأشياء التي كانت تشعرك بالرضا مملة. القراءة، التعلم، العمل العميق، الحديث الهادئ، كلها تحتاج وقتا وصبرا وانتظارا. وهذا ما لا يحبه دماغ تعود على السرعة. هنا يبدأ الإنسان في الشعور بأعراض لا يربطها أحد بالموبايل، فتجد نفسك تمسك الهاتف من غير سبب. تفتح التطبيقات ثم تغلقها ثم تعود إليها بعد دقائق. تشعر أن وقتك يضيع ولكنك لا تستطيع التوقف. وهنا يظن الإنسان أن المشكلة في إرادته، وهذا غير صحيح. المشكلة في نظام عصبي تعرض لتحفيز مفرط. هل الحل هو القطع النهائي؟ لا، لأن القطع المفاجئ يدخل الدماغ في حالة توتر ويرفع الرغبة ويزيد الاندفاع. الحل هو إعادة تدريب الدماغ على التوازن. إعادة التوازن تعني أن تجعل الدوبامين يعود إلى وضعه الطبيعي. ذلك يتم عبر تقليل المنبهات السريعة وليس إلغائها. إعادة أنشطة بسيطة تفرز الدوبامين بشكل صحي، مثل الحركة، المشي، التركيز على مهمة واحدة، الإنجاز الصغير. ومع الوقت يبدأ الدماغ في استعادة حساسيته الطبيعية. والأهم أن تفهم أن دماغك لا يعاديك، هو يفعل ما تدرب عليه. فإذا دربته على السرعة سيطالب بها، وإذا دربته على الهدوء سيتكيف معه. في قناة الدماغ الذهبية، إحنا مش بنخوفك ولا بنضغط عليك، إحنا بنفهمك علشان لما تفهم تتحكم. ولو حابب الفيديوهات الجاية هتكون عن الدوبامين، التحكم في العادات، إعادة التركيز، وتحسين المزاج. ولو حسيت إن الفيديو ده فادك خليك معانا واشترك علشان تفهم دماغك وتعيش أحسن.